إيه الحرب اللي بسببها بقينا شايلين موبايلات ذكية في كل جيب؟ حرب سلاحها مش الرصاص، سلاحها الابتكار، التكنولوجيا والغرور. واحدة بدأت الثورة والتانية قالت هعملها أحسن منك. دي مش مجرد منافسة، دي قصة أبل وسامسونج، الحرب اللي غيرت العالم. ستيف جوبز بيطلع على المسرح رافع في إيده جهاز صغير بيقول عنه Today, Apple is going to reinvent the phone. وأعلن عن أول آيفون. العالم اتصدم. شاشة لمس بدون أزرار، واجهة بسيطة وكاميرا وإنترنت في جيبك. في أول 74 يوم أبل باعت أكتر من 1 مليون جهاز آيفون، رقم خيالي وقتها. في كوريا شركة سامسونج كانت بتتابع المشهد كويس، وقتها كانوا بيصنعوا شاشات ومكونات لموبايلات شركات تانية. لكن بعد سنتين من إطلاق آيفون قالوا ليه ما نبقاش إحنا المنافس؟ فأطلقوا أول موبايل جالكسي بنظام أندرويد من جوجل اللي كان مفتوح لأي مطور. وده كان أول شرارة في حرب استمرت أكتر من 15 سنة. أبل رفعت قضية ضد سامسونج وقالت إن أجهزة جالكسي نسخة من آيفون. المحاكم الأمريكية اشتعلت. في 2012 هيئة المحلفين حكمت لصالح أبل بتعويض أكتر من مليار دولار. لكن سامسونج استأنفت القضية واستمرت المعركة 7 سنين بين المحاكم الأمريكية والكورية. وفي 2018 تم التوصل لتسوية بعد ما دفعت سامسونج ملايين الدولارات. أبل كانت بتعتمد على رمز الفخامة والإبداع Think Different، لكن سامسونج لعبتها كانت السخرية الذكية. في إعلان سنة 2013 أظهرت طابور ناس واقفة تنتظر آيفون الجديد، وفي الآخر واحد معدي بجهاز جالاكسي بيقول You're still waiting for that؟ الإعلان قلب الإنترنت وحقق أكتر من 70 مليون مشاهدة. من 2012 ل 2014 سامسونج تفوقت في المبيعات على أبل. سلسلة جالاكسي اس انفجرت شعبية، وسامسونج بقت أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، بتبيع أكتر من 300 مليون جهاز سنوياً. لكن أبل كانت بتحضر لضربة القرن. آيفون 6 في 2014 أنحف أنعم بشاشة أكبر، وفي أول 3 أيام بس باعت 10 مليون جهاز. سامسونج ركزت على المزايا الجريئة. أول موبايل بشاشة منحنية جالاكسي إيدج 2014. أول موبايل قابل للطي جالاكسي فولد 2019. أبل ركزت على التجربة الكاملة. بصمة الوجه فيس آي دي، معالج A سيريز الخارق، إيكو سيستم بيربط كل جهاز بذكاء، آيفون، آيباد، ماك، واتش. سنة 2013 سامسونج استحوذت على 31% من سوق الهواتف العالمية. سنة 2024 أبل بقت أول شركة في التاريخ تتعدى قيمتها 3 تريليون دولار. والنهاردة المبيعات السنوية للموبايلات بين العملاقين تتجاوز 400 مليون جهاز حول العالم. المنافسة بين أبل وسامسونج مش مجرد حرب شركات، دي اللي خلت التكنولوجيا تتطور بالشكل اللي احنا عايشينه دلوقتي. لو ما كانتش الحرب دي حصلت يمكن لحد النهاردة كنا لسه بنستخدم تليفونات أزرار. دلوقتي قولي مين اللي هيكسب الجولة القادمة؟ شارك الفيديو واشترك في القناة علشان تعرف باقي حروب البراندات اللي غيرت شكل العالم.